ازيكم يا حبايبي الحلوين، وكل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. قصتنا النهاردة هنحكيها عن نبي الله آدم. سيدنا آدم أبو البشر، ازاي اتخلق؟ وليه الشيطان رفض يسجد ليه؟ وليه الملايكة قالوا ده هيفسد في الأرض؟ الموضوع كله بدأ لما ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل إنه ينزل الأرض ويجيب شوية تراب منها، التراب اللي ربنا خلق منه سيدنا آدم. ربنا خلق كائن غريب بالنسبة للملائكة وبالنسبة للجن. في الأول خالص سيدنا آدم كان عبارة عن هيكل عظمي من صلصال من غير روح، كان زي التمثال كده، وكانت الملايكة بتخاف منه. والشيطان كان كل شوية يروح عنده يستكشفه، ونفسه يعرف ايه المخلوق الجديد ده، لحد ما ربنا نفخ فيه الروح وعطس، وردت الملايكة عليه وقالت يرحمكم الله. وبعد فترة من خلق سيدنا آدم ربنا خلق السيدة حواء. في ناس بتقول إنها اتخلقت من ضلع آدم. في قصة خلق السيدة حواء اتقال فيها إن سيدنا آدم كان نايم وصحي، لقى في إنسان تاني قاعد جنبه. طبعا هو لسه مش عارف ده إيه، فسألها وقال لها انت مين؟ ردت عليه وقالت امرأة. فسألها تاني لماذا خلقتي؟ قالت له لتسكن إلي. خلق ربنا الزوج والزوجة علشان تكون العلاقة بينهم كلها سكينة واطمئنان ومودة ورحمة. علشان كده ستنا حواء قالت له لتسكن إلي. ولما الملائكة شافوها سألوا سيدنا آدم مين دي؟ قال لهم دي حواء. فسألوها تاني وليه اسمها حواء؟ قال لهم علشان هي خلقت من شيء حي وهو ضلعي. موقف الملايكة من سيدنا آدم كان غريب شوية، وده ظهر في سورة البقرة، واللي بتقول الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. كان دايما بيجي سؤال في بالي، هما الملايكة ازاي عرفوا ان الانسان هيفسد في الارض؟ مش المفروض ربنا بس هو اللي يعرف الغيب؟ ربنا خلق الملايكة ودول مخلوقات ما بتغلطش ابدا، مخلوقين علشان العبادة بس. وكمان خلق الجن ودول زي البشر كده، عندهم حرية الاختبار، بيفكروا بيعملوا ذنوب عادي، وفيهم اللي بيتوب لربنا ومنهم اللي مش بيتوب لربنا زي الشيطان مثلا. والجن اتخلق قبل الإنسان وليه صفات كتيرة من صفات الإنسان، وواضح إنهم أفسدوا في الأرض، لأن الجن اتخلق قبل خلق الإنسان ب2000 سنة تقريبا، وكانت بتقوم بينهم وبين بعض حروب، وربنا كان بينزل لهم الملايكة يصلحوا بينهم أو ينهوا الخراب اللي تسببوا فيه في الأرض. فلما الملايكة عرفوا إن الجن قريب للإنسان في الصفات، استنتجوا إن الإنسان هيفسد فيها، لأن ربنا خلقه بيغلط ويتوب، فبالتالي هو زيهم هيفسد فيها. فربنا حب يعلم من مكانة سيدنا آدم قدام الملايكة، فقال في القرآن في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. الآية دي بتخلينا نشوف إن ربنا فيها بيتحدى الملائكة إنهم ما يعرفوش كل حاجة، وإن الإنسان اللي هم شايفينه بيذنب ومستغربين إنه خليفة في الأرض يعرف حاجات هم ما يعرفوهاش، لأن ربنا ألهم سيدنا آدم إنه يعرف أسماء كل حاجة، إن دي سماء ودي أرض ودول ملايكة، وإنه اسمه آدم، وإنه إنسان، وغيره من الأسماء اللي بيستعملها. ونيجي هنا لنقطة مهمة جدا في حياة سيدنا آدم، وهي علاقته بالشيطان. علاقة سيدنا آدم بالشيطان كانت غريبة من ناحية إبليس نفسه. الشيطان ده كان من الجن الصالح، تقدروا تقولوا أحسن واحد في الجن، كان لقبه طاووس الملائكة، وكان بيتباهى بحب ربنا ليه، وكان بيتباهى على الملائكة إنه هو مخلوق عنده اختيار إنه يعصي ويطيع ربنا، بس هو اختار يكون مطيع. علشان كده كان موجود في الجنة وشايف نفسه أفضل الخلق. الشيطان ده كان حد كويس قوي، بس اتغر في نفسه وكان فاكر نفسه أكتر الخلق المميزين عند ربنا. بس لما جه سيدنا آدم اتغاظ وحس إن في حد هياخد مكانه عند ربنا، وظهر غيظه ده لما ربنا أمره وأمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم. ربنا بيقول في القرآن في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. الملائكة نفسهم سجدوا لسيدنا آدم طاعة لأوامر ربنا، مش علشان هم بيعبدوا سيدنا آدم. إلا إبليس هو اللي كان مغرور ورفض وقال لربنا وهو متضايق: هسجد إزاي لمخلوق أنا أحسن منه؟ هو اتخلق من طين وأنا اتخلقت من نار. طبعا هو شايف إن النار أحسن من الطين، فرفض أوامر ربنا، فربنا طرده من رحمته وطرده بره الجنة. فبسبب معصية إبليس ربنا طرده من رحمته وتوعده بدخول النار. هنا إبليس طلب من ربنا إنه يمد في عمره لحد يوم القيامة، وطلب من ربنا كده علشان يهلك بني آدم. قال لربنا: مش انت يا رب أضلتني؟ طيب أنا بقى هضل ذرية آدم. قال لربنا في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صدق الله العظيم. وهزين لهم المعصية وأحببهم فيها، ومش هسيبهم لحد ما ضلهم كلهم إلا عبادك منهم المخلصين. فربنا سبحانه وتعالى حقق له أمنيته واداله العمر الطويل. قال سبحانه وتعالى: فإنك من المنظرين، واعمل اللي انت عايزه، أي حد هيتبعك هيدخل معاك جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. وأي حد هيتوب ويستغفر ويرجع هقبله وهيكون جزاؤه الجنة. وده كان بداية العداء بين إبليس وذريته وآدم وذريته. نرجع بقى لآدم عليه السلام. بعد ما ربنا خلق آدم مسح الله على ظهر آدم، فنزلت أرواح ذرية آدم كلهم من بداية الخلق حتى قيام الساعة. وهنا ربنا أخذ عليهم العهد وسألهم: ألست بربكم؟ فقال البشر كلهم: بلى.
آدم شاف ذريته، وشاف الفقير وشاف الغني، وشاف السعيد وشاف الشقي. فسأل ربنا: ليه يا رب فيهم الغني والفقير؟ ليه كلهم مش زي بعض؟ قال الله: هؤلاء من على يميني في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء من على شمالي في النار ولا أبالي. فهنا واحد من الصحابة اللي بيسمع القصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: احنا نعمل ليه؟ مش ربنا قضى الأمر خلاص؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سكن آدم عليه السلام الجنة وأكل من ثمرها وعاش فيها، لكنه استوحش، فربنا خلق له حواء علشان تونسه، وكانت حواء أجمل النساء على الإطلاق. تيجي وراها في درجة الجمال على طول سارة زوجة إبراهيم عليه السلام. فآدم خلق من تراب، علشان كده الرجال يأنسوا إلى الدنيا، وحواء خلقت من آدم علشان كده المرأة تأنس للرجل. عدى على آدم وحواء مجموعة من الملائكة وسألوه: مين دي يا آدم؟ كانوا عايزين يختبروه، لأن ربنا علم آدم كل حاجات الملائكة نفسها ما كانتش تعرفها. فقال لهم آدم: دي حواء. فقالت الملائكة: اشمعنى حواء؟ فقال: لأنها خلقت من شيء حي. عاشت حواء مع آدم في الجنة، وربنا قال لهم: كل الجنة ليكم، جنة عرضها السماوات والأرض، كلوا اللي انتوا عايزينه، روحوا في المكان اللي نفسكم فيه، إلا الشجرة دي، شجرة واحدة بس ما تقربوش منها. وفعلا عاش آدم وحواء في الجنة وما كانوش بيقربوا من الشجرة دي خالص. مين اللي بيراقب وبيخطط من بعيد ومستني الفرصة؟ كان إبليس. ربنا كان حذر آدم وحواء من إبليس وقال لهم إنه مش هيسيبكم، هيعمل كل حاجة يقدر عليها علشان يطلعكم من الجنة، فما تسمعوش كلامه مهما حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. صدق الله العظيم. كان إبليس كل شوية يغري آدم بالشجرة ويزينها ليه، وآدم عليه السلام ولا معبره أصلا، ومع ذلك إبليس ما يقسش، هو عايش بس علشان يغوي بني آدم، عمال يفكر ويدور على طريقة يخلي آدم ياكل من الشجرة. شاف إن آدم بيعظم ربنا قوي، فعمل إيه؟ أقسم بالله لآدم إنه فعلا ناصح ليهم، وإن الشجرة دي شجرة الخلد، وأول ما ياكلوا منها هيكونوا من الملائكة. كان إيه رد فعل آدم عليه السلام؟ آدم عليه السلام بسبب فطرته السليمة ما كانش متصور أبدا إن في حد ممكن يقسم بالله كذب. إحنا شفنا ناس بتحلف بالله كده، فممكن نكون مش متصورين الموضوع، لكن آدم شاف قدرة ربنا، شاف الجنة وشاف الملائكة، فإزاي حد يقسم بالله العظيم كده؟ عشان كده آدم صدق إبليس، وخصوصا إن إبليس قعد يزين لآدم المعصية ويغريه هو وحواء، واستغل طبيعة آدم البشرية من ضعف العزم والنسيان. فمع إلحاح إبليس وقسمه لآدم، نسي آدم العهد اللي بينه وبين ربنا إنه ما ياكلش من الشجرة، فأكل من الشجرة هو وحواء. وكانت حواء أول من أكلت من الشجرة وزينت لآدم الأكل من الشجرة فأكل منها. فأول ما أكلوا من الشجرة ظهرت عوراتهما، هما كانوا لابسين ملابس من الجنة، لكن لما أكلوا من الشجرة اختفت الملابس،
وبعض أهل العلم قالوا إن جسمهم كان مغطي بالنور، فبعد ما ظهرت عوراتهم كل واحد جري من التاني، كانوا مكسوفين من بعض، ودي فطرة البشر. كل واحد فيهم بقى يشد من ورق الشجر اللي في الجنة بيحاول يغطي نفسه. وهنا أدرك آدم عليه السلام إنه عصى أمر ربنا، وهم بيجروا ربنا نادى عليهم: مش أنا قلتلكم ما تاكلوش من الشجرة وحذرتكم من الشيطان إنه هيستخدم كل الطرق والسبل علشان يجركم للمعصية؟ هنا بقى كان رد فعل آدم عليه السلام إيه؟ على طول اعترف بذنبه وبكى واستغفر ربنا وتاب، بعكس إبليس اللي تعمد المعصية وقعد يبرر غلطه. آدم تاب واستغفر واعترف بذنبه فتاب الله عليه ورزقه العمل بطاعته، دليل على إنه اصطفاه. وإحنا كذرية آدم لازم نتبعه، عملنا ذنب على طول نتوب ونستغفر ونعمل صالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبع السيئة الحسنة تمحها. ما تعملش زي إبليس نتكبر على الحق. لما عصى آدم عليه السلام ربنا أخرجه من الجنة وأنزله هو وحواء وإبليس للأرض. والسؤال هنا، يعني إحنا نزلنا الأرض بسبب معصية أبونا آدم؟ طب إحنا ذنبنا إيه دلوقتي؟ قال موسى لآدم عليه السلام: قال موسى: أنت أبونا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال له آدم: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ يعني أنت بتلومني إن ربنا كان كاتب عليا إني هخرج من الجنة وأنزل الأرض من قبل ما اتخلق أصلا؟ يقول الله في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. من الأول أصلا ربنا مقدر إن آدم عليه السلام هينزل الأرض علشان يعمرها، سواء كان السبب لخروجه من الجنة ونزوله للأرض معصية أو أي سبب تاني، كده كده هو كان نازل الأرض. فآدم عليه السلام أنزل إلى الأرض مع حواء ومعهم إبليس. آدم وحواء ليعمروا الأرض مع ذريته، وإبليس مع ذريته يكون الاختبار لبني آدم. وكده في تباعا لقصة سيدنا آدم، إزاي بدأت ذرية آدم وإزاي تناسلوا بعد كده، وإيه اللي حصل مع قابيل وهابيل، وهل نجح إبليس تاني في غواية ذرية آدم؟ هنعرف إن شاء الله كل الكلام ده في الجزء الثاني. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل سنة وأنتم طيبين، وتقبل الله منكم الصلاة والصيام وسائر الأعمال.